3 إخوات راكبين خيولهم وبيعدوا فوق مكان عالي، لكن مهما كانت الطريق صعبة ما كانوش بيسيبوا خيولهم أبداً. كانوا مطلوبين للعدالة ويمشوا في الشارع بكل جرأة لحد ما وصلوا لباب قسم الشرطة، وكمان فجروا بيتهم. قدام تصرفاتهم الخطيرة ما كانش قدام الشرطة حل غير إنهم يستعينوا بضابط في إجازة اسمه كارل. أول ما جاله الأمر اتحرك فوراً، وعشان يسرع نفسه شال حصانه على ظهره وجري بيه. وصل كارل للصالون اللي الإخوات عاملين فيه فوضى، وصرخته ما خوفتهمش. قرروا يعملوا مقلب فيه، مشيوا وراه بهدوء وسرقوا مسدسه وفضلوا يضحكوا من غير ما يحس. لما كارل حس إن في حاجة غلط ومد إيده يدور على مسدسه، لقى إيده فاضية. الإخوات حاصروه وطفوا الشمع وربطوه في برميل مفرقعات، وبعد ما ولعوا الفتيل جريوا يسرقوا أول عربة تعدي. كارل فضل ينادي على حصانه من غير ما يعرف إنه مربوط كمان. الإخوات ضربوا طلقات على عربته الصغيرة فاتكسرت، لكنه صلحها فوراً. وبينما المطاردة شغالة، المفرقعات انفجرت وخلت كارل يطير في الهواء وينزل فوق الإخوات وهم بيجروا. ومن ساعتها بقى ضابط أشجع وأقوى من الأول.